السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يوم جميل، أمل جديد، تفاؤل جديد، يوم مليان كله طاقة ونشاط وحيوية. كل يوم بيجي علينا جديد، كل شمس بتطلع علينا بنحس إن اليوم فيه أمل، إن احنا نوصل لحلمنا أكتر، إن احنا نحقق أحلامنا أكتر. دائما بقول امسكوا في احلامكم، امسكوا في الامان بتاعكم. طول ما احنا ماسكين فيها وبنجري وراها هنيجي وقت ان شاء الله وهتكون مش مجرد حلم، هتكون حقيقة بين ايدينا. اهلا وسهلا بكل المتابعين هبة الله. ربنا يوفقكم جميعا يا رب، واكون عند حسن ثقتكم فيا. بشكر كل اللي وثقوا فينا، وانا مبسوطه جدا وفرحانه جدا ان الحمد لله القناه بتاعتنا وصلت ل 2000 مشترك في وقت قصير جدا. بشكركم جدا 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 لثقتكم الجميله فينا، ويا رب يا رب عقبال ما توصل للمليون ان شاء الله بيكم وليكم. طيب نتكلم بقى في موضوع الفيديو، الا وهو ثبات الوزن. انا محبطه يا هبه، انا وزني ثابت بقاله فتره طويله جدا جدا، مش عارفه اعمل ايه. انا زهقت، انا مليت. رساله من متابعه جميله على الواتس، فطبعا كان لازم اعمل لها فيديو عشان نقدر نتكلم الموضوع في يعني باستفاضه. مش هينفع الرد في رساله، فبالتالي انا هديتها الفيديو ده عشان ابعته لها عشان تقدر تسمعني كويس جدا. اولا بلاش موضوع الاحباط، موضوع ثبات الوزن ده له اسباب كتير جدا جدا جدا. ممكن تكون اخطاء مننا واحنا مش واخدين بالنا، ممكن تكون حالة طبيعية جدا الجسم بيوصل ليها ان هو بينزل دهون وبيزيد عضلات، فبالتالي بيحصل لنا ثبات وزن. ممكن وطبعا حالة زيادة العضلات ونزول الدهون ده بينزل لنا الجسم مقاسات وشكل، ولكن بيحصل لنا حالة ثبات شوية على الميزان، وده ما يعتبرش ثبات وزن خالص تماما، بالعكس دي حاجة جميلة جدا جدا وبتاخد وقتها وبتعدي. طالما شكل بينزل ومقاساتي بتنزل يبقى ما نبصش للميزان اصلا. في حالة تالتة، احنا ممكن نكون بناخد كافيين كتير مثبت وزننا اللي هو الشاي والقهوة. ممكن نكون احنا ما بنشربش ميه كافيه، فبالتالي احنا ملتزمين ولكن وزننا ثابت. ممكن ما بناخدش الالياف الكافيه، فبالتالي وزننا ثابت. ممكن نكون احنا بنلخبط في نظامنا بحاجات بسيطه جدا جدا، احنا من منطلق تفكيرنا مفكرين دي حاجه بسيطه، دي بسكوته على الماشي، دي حاجه بسيطه، دي حته شوكولاته على الماشي، ده ابني معاه كيس شيبسي خدت منه واحده كده على الماشي. كل الكلام ده بيحصل معانا كلنا، وبنبقى متوقعين او متخيلين ان دي حاجه بسيطه جدا مش هتلخبط. باخد كل يوم بطاطس على الاكل بتاعي وانا معتقده ان البطاطس خضار. البطاطس خضار نشوي، يعتبر بندخله كده ضمن النشويات وليس الخضار. تمام. فممكن نكون ما بننامش كويس، في اسباب كتير جدا لثبات الوزن. فبالتالي طبعا احنا لو هنتكلم في اسباب ثبات الوزن عايزين وقت طويل جدا، ولكن هنقول ان احنا ملتزمين بنظامنا بنسبة 100%، واللي انت اتكلمتي فيه يا هبه ده مش موجود، وانا ملتزمه ومش بلخبط وبشرب ميه كتير وباكل خضار كتير، ولكن انا وزني ثابت. اعمل ايه؟ عايزه الميزان اشوفه بيتحرك قدامي. اعمل ايه؟ هنعمل، هاتي حضرتك برضو ورقه وقلم وتعالي معايا. هقولك على نظام هتعمليه لمده 3 ايام، هيكسر لنا حاله ثبات الوزن اللي عندنا دي، والميزان هيتحرك. النظام ده هتعمليه لمده 3 ايام. لو انت متبعه معانا نظام، افصلي عن النظام العادي بتاعك وهتتبعي ال3 ايام دول، ولكن لازم تمشي بيهم بالحرف. ما ينفعش
تبديل، ما ينفعش ندخل اي حاجه غير اللي انا هقولها دي. هتلاقي ان شاء الله بفضل الله بفضل الله الميزان بتاعك اتحرك بنسبه حلوه قوي، وممكن وزنك ينزل فيه من 2 ل 3 كيلو على الميزان، وهتشوفوهم على الميزان وهتشوفيهم في شكلك وفي مقاساتك. ايه يا هبه ال3 ايام دول؟ هتصحي من النوم هتاخدي هو يوم واحد وهتكرريه 3 ايام. تمام كده؟ سهل جدا وبسيط جدا. هنصحى من النوم هناخد معلقه العسل بتاعتنا ونشرب كوبايتين ميه، بلاش تمر في ال3 ايام دول، هناخد معلقه عسل ابيض. الفطار بتاعنا هيكون عباره عن 2 بيض مسلوق، حته جبنه قريش صغيره، يعني حته كده قد ايه، يعني قد كف نص كف ايدي كده، حته صغيره هناخدهم مع ال2 بيض مسلوق. لينا نص كوبايه لبن فقط. نص كوبايه اللبن دي نقدر نعملها قهوه بلبن، شاي بلبن، نسكافيه بلبن، ولكن نص كوبايه فقط، ما ناخدش كوب في اليوم ده. طيب الغدا بتاعنا هناخد طبق سلطه كبير، هنقلل فيه الطماطم، هنكتر فيه الخضار، وهناخد معاه 2 سمكه مشويه او علبه تونه او صدر دجاج. والبروتين اللي هتختاريه من ال3 انواع دول هتكملي بيه ال3 ايام. حلو كده؟ هتكملي بيه ال3 ايام، ما ينفعش ناخد يوم كده ويوم كده ويوم كده. حضرتك لو اخترتي صدر الدجاج هتكملي ال3 ايام بصدر الدجاج، اخترتي ال2 سمكه مشويه حضرتك هتكملي بال2 سمكه مشويه، لو اخترتي التونه هتكملي بالتونه. وطبق بلاش بقى نعمل خضار وشوربه والكلام ده كله، لا انا عايزه سلطه بس مع البروتين بس. يبقى طبق سلطه محترم، صدر دجاج او 2 سمكه مشويه او علبه تونه ونصفيها كويس من الزيت. تمام كده؟ طيب والعشاء يا هبه؟ علبه زبادي هنشيل الوش بتاعها وخيار بس. ده يومنا. طب يا هبه دلوقتي كده النظام ما فيهوش فاكهه؟ ما فيهوش فاكهه. طيب ما فيهوش سناكس؟ وقت الجوع هناكل خس وخيار باي كميه، بس وقت الجوع، يعني مش نفضل طول النهار عمالين ناكل 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 بسبب وبدون سبب، لا مش عايزه الكلام ده. انا عايزه الخس والخيار ده لما تلاقي نفسك جعانه. النظام ده هتمشي بيه 3 ايام، هيكسر لك ثبات الوزن، اسمه كسر ثبات الوزن. احنا كنا منزلينه على الجروب وعلى صفحه البيج بتاعنا، منزلينه مكتوب، ممكن اكمل بيه بقيه الفيديو ورق، يخليه في الاول يخليه في الاخر. وانا برضو قلته عشان اللي هيسمع برضو الفيديو ممكن اكتبه لكم كتابه في صندوق الوصف. وربنا يوفقكم. طبعا الحاجتين المهمين جدا اللي انا دايما بتكلم فيهم وبقول عليهم عشان نوصل لنتيجه حلوه، لازم نشرب من 2 ل 3 لتر مياه. الميه مش هتخسي حتى لو كنتي ملتزمه الا لما تشربي ميه. الرياضه ابسط حاجه المشي، امشي كل يوم من نص ساعه لساعه، ممتاز جدا. ربنا يوفقكم جميعا. اللي عندها ثبات وزن تلتزم بال3 ايام دول، وان شاء الله باذن الله هتلاقي نتيجه حلوه جدا جدا. وان شاء الله هنتكلم في موضوع ثبات الوزن ده لانه قصه كبيره 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 وله اسباب كتير لا تعد ولا تحصى. لو هناخد كل سبب هنتكلم فيه في فيديو لوحده عشان ما نطولش عليكم الفيديو. ربنا يوفقكم جميعا. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك الفيديو، اعملوا لنا اشتراك للقناه بتاعتنا، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتنا. كان معكم ادمن هبه الله، ادمن جروب لو نفسك تخسي للبنات فقط، وقناتكم على اليوتيوب هتخس مع هبه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يومكم جميل ان شاء الله.